عمرك سألت نفسك ليه لما بتعمل خير في شخص بيكرهك أكتر؟ العادات الساذجة اللي اتربينا عليها بتقول لو عايز حد يحبك اعمل له خدمة أو ساعده. بس في عالمنا المظلم المنطق ده هو اللي بيخليك ضحية مثالية، وبيخلي الناس تستغلك وبيغفلك بأسوأ طريقة. أسوأ إحساس تعيشه إن حد يكون شايفك تهديد أو مستني لك على غلطة، وإنت بتحاول ترضي ناس جواهم غل وحقد أسود. بتستنزف طاقتك النفسية وبتضحي بوقتك عشان تثبت لهم إنك شخص كويس وتستاهل التقدير، وكل مرة بتديهم حاجة بيقابلوها بجحود واستحقاق مستفز. عقلك بياكل فيك من جوه عشان مش قادر تفهم اللعبة دي ماشية إزاي، لأنك بتتعامل بسلام نفسي مع ناس بتلعب بقوانين الغابة والافتراس. بتفترض إنهم هيقدروا تضحيتك، بس الحقيقة المرة إنهم بيحتقروها وبيشوفوها ضعف. ولو فضلت مكمل على العقلية دي بكرة هتخسر كل حاجة تملكها وتلاقي نفسك لوحدك. هتصحى تلاقي نفسك استنزفت تماماً، والكارهين دول هيسلبوك احترامك لنفسك وكرامتك، وهتتحول لمجرد سلم متهالك بيدوسوا عليه عشان يوصلوا لأهدافهم. صورتك قدام نفسك هتتهز، وهتفقد الثقة في أي علاقة إنسانية هتدخلها. والخسارة هنا مش مجرد خسارة نفسية، دي خسارة في مكانتك وفي شغلك وفي دايرتك الاجتماعية كلها. وعشان تفهم اللعبة وتنجو بنفسك وتكون سابق بخطوة، اعمل لايك للفيديو دلوقتي واشترك في عيلة أبيض وأسود، لأن كل مرة بتعمل فيها كده مع حد بيكرهك انت بتأكد له إنه أعلى منك، وبتديله إحساس بالقوة، وبتحط نفسك في دور اللي محتاج القبول، وده بيخليه يزداد كره. النهاردة هعلمك قاعدة شيطانية هتصدمك وتغير برمجتك بالكامل وتقلب الموازين لصالحك. قاعدة بتقول لو عايز عدوك أو الشخص اللي بيحقد عليك يركع ويغير موقفه، إياك تعمل له خدمة، اطلب انت منه خدمة بشكل مباشر. الحل موجود، وهو أبسط وأخطر وأكتر دهاء مما تتخيل. في تكتيك نفسي مرعب ورا الكواليس اسمه بن فرانكلين إفكت. تكتيك بيعمل زي فيروس في دماغ الخصم وبيخترق دفاعاته النفسية، وبيجبره يغير نظرته ليك ويحترمك غصب عن عقله الواعي. الظاهرة دي موثقة علمياً ومدروسة من أكتر من 250 سنة، وهنشرح إزاي تطبقها ببساطة وخطوات محسوبة عشان تتحكم فيهم. المشكلة بتبدأ من ثغرة قاتلة ومكشوفة في دماغك اسمها الرغبة العمياء في القبول. انت مبرمج من صغرك انك تكون الشخص اللطيف اللي بيحل مشاكل الناس عشان يحبوه. العقل البشري مش بيحب التناقض، وده اللي بنسميه التنافر المعرفي. معناه ان الدماغ بيحاول دايما ان افكاره وتصرفاته تكون متناسقة وما فيهاش تعارض. لو في تناقض بين تصرفاتي ومشاعري دماغي بيحس بانزعاج. فلو واحد بيكرهك وفجأة ساعدك، دماغه هيبدأ يسأل أنا ليه ساعدت واحد أنا بكرهه؟ الإجابة الأسهل اللي بيوصل لها عقله الباطن هي إنه يمكن مش بيكرهك فعلا. المصيبة إنك طول عمرك بتعمل العكس وبتحاول تكسب اللي بيكرهك عن طريق إنك تخدمه. الثغرة الحقيقية مش في نيتك الكويسة، الثغرة في إنك مش بتدي دماغه فرصة يعيد تقييمك. ولما بتحاول تعمل معروف لحد مش مرتاح ليك، دماغه بيفسر ده بطريقة سلبية وبيحس إنك محتاجه. الناس المؤذية والمتلاعبة بتشم ريحة الثغرة دي من مسافات بعيدة، بيعرفوا من لغة جسدك ونبرة صوتك إنك مستعد تتنازل عشان تتجنب الصدام. بيستغلوك بدم بارد على حساب كرامتك، وكل خدمة بتقدمها ليهم بتأكد لهم في العقل الباطن إنك أقل منهم. المتلاعب بيلعب باحترافية على إحساسك بالذنب ونقص التقدير، بيوصل لك رسالة خفية ومستمرة إنك دايما مقصر وإنك لازم تبذل مجهود مضاعف عشان ترضيه. وعقلك الباطن بيصدق الكذبة دي وبيدخل في دوامة مفرغة بتسحب طاقتك. بتلاقي نفسك بتبرر وبتدافع عن نفسك في مواقف انت اصلا ما غلطتش فيها، وبدل ما تواجههم ببرود وحسم بتلاقيك بتجري ورا رضاهم كأنك شحات عاطفي. تخيل معايا جارك اللي دايما بيستقصدك وبيكلمك بتناكة وغرور، وانت بتحاول تتفادى شره وبتسيب له ركنة عربيتك أو بتساعده. تاني يوم بتلاقيه بيبصلك بقرف أكتر وبيتعامل معاك كأنك شغال عنده أو مدين ليه. الخدمة اللي عملتها دي ما كسرتش عينه، دي نفخت الإيجو بتاعه للسما، وعقله ترجم تصرفك إنك خايف منه وإن دي ضريبة أنت بتدفعها عشان يسيبك في حالك. لو قلت له خد العربية لأي مشوار هيشكرك ويمشي ومشاعره مش هتتغير، لكن لو سألته عن أقرب ميكانيكي كويس وتعاملت مع إجابته باهتمام، دماغه هيبدأ يبني صورة مختلفة عنك من غير ما يحس بده. خلينا ندخل في الجد ونطبق الكلام ده في مفرمة الشغل والشركات. تخيل معاك زميل في المكتب دايما بيقلل من مجهودك قدام المدير بكلمات مسمومة، بيسرق أفكارك في الاجتماعات وبيحاول يظهرك في صورة الغبي أو الكسلان. الزميل ده حاقد عليك عشان شايف فيك كفاءة وذكاء هو مش قادر يوصل لهم،
وعارف إنك خطر على مكانه، فبيستخدم التدمير النفسي عشان يكسر ثقتك في نفسك. البيئة دي بتخليك دايماً حاسس إنك في حرب مش في مكان عمل طبيعي. الضحية الساذجة هتحاول تعمل معاه واجب عشان تكسفه، وهتخلص شغل مكانه لما يغيب. ولما الضحية بتعمل كده، الزميل المؤذي ما بيفهمش إن ده كرم أخلاق أو تسامح، بيفهمه إنه ضعف واعتراف صريح بالهزيمة والخضوع. وبيقول لنفسه شوف الجبان بيحاول يشتري رضايا إزاي، وبيشوفك أداة كل مرة يرمي عليك شغل وإنت بتقبل لأنك خايف ترفض. اللي كان المفروض يحصل هنا هو تطبيق تأثير بن فرانكلين بمنتهى البرود التام وبدون أي تردد. بدل ما تعمل له انت خدمة ترفع من شأنه، اطلب انت منه خدمة تورطه نفسيا. قول له مثلا انا عارف انك عبقري في المكان، ممكن تبص على الموضوع ده. ولما هو يوافق ويعمل لك الخدمة هيحصل زلزال في دماغه، ولما يشوف انك بجد استفدت من كلامه دماغه بيسأل نفسه ليه هو بيعمل كده. الإجابة الأسهل هي إنه شايف فيك إمكانية تستاهل وقته، وده بداية تغيير حقيقية. ننقل دلوقتي على دايرة الصحاب والعلاقات اللي مليانة تلاعب وسموم. صاحبك اللي دايما بيقلل من إنجازاتك وبيرمي كلام يوجع متغلف بهزار سخيف، بيسحب طاقتك وعايزك دايما تابع ليه وفضله، وممنوع تنور أكتر منه. وكل ما تفرح بحاجة جديدة أو نجاح تلاقيه بيحبطك. ده تلاعب عاطفي رخيص جدا، الهدف منه يحافظ على تفوقه الوهمي والمريض عليك. بيحسسك دايما إنك محتاج رأيه وموافقته عشان تاخد أي قرار في حياتك. أنت كشخص طبيعي بتزعل من كلامه وبتحاول تبرر له أو تثبت له العكس بالمجهود. النتيجة الصدمة بتكون إنه بياخد المساعدة ويعاملك بنفس الاستخفاف والتقليل. التلاعب بيزيد لأنه اتأكد إنك مضمون وإنك مهما عمل فيك هتفضل تدور على رضاه. هو بيبدأ يلعب لعبة السحب والدفع، يديك شوية اهتمام وبعدين يختفي وإنت تفضل تجري وراه. الحل هنا إنك تلعب على عقله الباطن ببرود تام وتجرده من أسلحته. اطلب منه يخلص لك مصلحة بسيطة في سكته. الطلب لازم يكون فيه إيحاء ذكي بإنك بتثق في ذوقه. الاستثمار البسيط ده بيخليه يغير نظرته ليك من ضحية ضعيفة لشريك يستحق التقدير، لأن الطلب الحقيقي مش المصطنع بيقول له ضمنيا إنك بتقدره وبتثق في حكمه وبتعترف بقيمته. الدايرة الثالثة والأخطر هي العيلة والمجتمع والابتزاز المبطن باسم القرابة. قريبك اللي دايما بينتقدك في التجمعات العائلية وبيحط عليك قدام الكل، بيستخدم فرق السن عشان يديك مواعظ ملهاش لازمة ويهينك بابتسامة. الابتزاز هنا متغلف بغلاف الخوف على مستقبلك، بس الحقيقة إنه بيشفط طاقتك وبيرفع من قيمته على حساب كرامتك. السذاجة هنا إنك تحاول تبين له نجاحك أو تعمل له خدمات عائلية عشان تثبت له إنك كبير. النتيجة إنه هيعتبر دي حقوق مكتسبة ليه وهيستلمك تريقة أكتر. الضعف بيجيب استغلال، دي قاعدة ثابتة ما فيهاش استثناء. اقلب عليه الترابيزة وخليه يشتغل عندك نفسياً. في وسط التجمع العائلي اطلب منه نصيحة في حاجة بيحبها، خليه يتكلم ويفرد عضلاته ويبذل مجهود عشان يفهمك. العقل الباطن بتاعه هيربط بين مساعدته ليك وبين إنه بيعزك وبيعتبرك تلميذه. دلوقتي جه وقت التنفيذ، وهنديك 3 أسلحة مضادة تستخدمها بدم بارد. السلاح الأول هو طلب النصيحة الموجهة في حاجة هو شاطر فيها عشان تضرب الغرور البشري. السلاح التاني هو خدمة الاستعارة البسيطة اللي ما فيهاش تكلفة. اطلب تستعير حاجة مادية بسيطة زي قلم أو كتاب من مكتبه، حاجة رفضها هيكون محرج وموافقتها مش هتكلفه مجهود. السلاح الثالث والضربة القاضية هو الشكر البارد المحسوب. اشكره ببرود شديد وبنظرة ثقة في العين من غير ما تبتسم، وبعدين قلل تواجدك. خليه هو اللي يسأل، وساعتها دماغه هيكمل القصة وبيخلق ارتباط غصب عنه. وانت هنا خرجت من دور الضحية وبقيت المتحكم. لو كملت معايا لحد هنا فانت من النخبة الوفية لعيلة أبيض وأسود. اثبت حضورك واعمل لايك واشترك في القناة وشارك الفيديو ده مع أي حد بيستنزف في علاقات سامة. بحبكم. سلام.